سمعت قبل كده عن حكاية حصان طروادة؟ الحكاية اللي بدأت بحصان خشب هدية شكلها بريء وانتهت بمسح حضارة كاملة. نفس المنطق بيتكرر مع الإنفلونزا الإسبانية بعدها بآلاف السنين. دور برد بسيط بينتهي بأكتر من 50 مليون حالة وفاة. نهايات مأساوية كتير بدأت بتفاصيل بسيطة ما خدناش بالنا منها، لكن لما يكون الموضوع بيتعلق بموت الأطفال يبقى لازم نركز. لو طفل واحد مات فده خبر محزن، لكن لو اللي جنبه كمان مات تبقى كارثة. تعال افهمك الحكاية. انا حازم قريت ده الفيديو رقم 4 من سلسلة فيديوهات بنحلل فيها حلقات دكتور هاوس من منظور طبي وواقعي. طفلة عندها 42 ساعة، يعني ما كملتش يومين من ولادتها. فجأة درجة حرارتها بترتفع وتخش في تشنجات بدون أي تفسير منطقي. بعدها بشوية طفل تاني بيخش في نفس الأعراض، لكن أول ما الطفل التالت سخن هنا الكل وقف. احنا مش قدام صدفة، احنا قدام وباء. دكتور هاوس والفريق بتاعه بيحاولوا يعرفوا الوباء ده سببه عدوى بكتيرية ولا فيروسية. لأن الأعراض ظهرت على المرضى بعد 48 ساعة، هنا بدأوا يفكروا إن دي ممكن تكون عدوى من بكتيريا المستشفيات. اتقسموا نصين، فريق شايف إن دي ميرسا وفريق تاني شايف إن دي بكتيريا سودوموناس، والاتنين أعنف من بعض. دكتور هاوس بيقول لهم تمام، أنا هدي مضادات حيوية تكفر نوعين البكتيريا في نفس الوقت، فانكومايسين عشان المرسى واستيريونام عشان السودوموناس. بعد شوية من بدء المضادات الحيوية وظائف الكلى بترتفع عند الطفلين، وهنا لازم نوقف نوع مضاد حيوي من الاتنين. الفريق اللي شايف ان دي مرسى بيقول احنا نكمل على الفانكومايسين ونوقف الاستيريونام، والفريق اللي شايف ان دي سودوموناس بيقول احنا نكمل الاستيريونام ونوقف الفانكومايسين. لكن هاوس كان ليه قرار تاني. هاوس بيقرر ان يوقف الاستيريونام عند طفل ويوقف الفانكومايسين عند الطفل التاني، عشان نعرف مين العدو الحقيقي، ميرسا ولا سودوموناس. واللحظة دي هي قلب الحلقة. الحقيقة ان القرار ده مش قرار طبي وانما قرار اخلاقي شوية. تعال اقول لك ليه. تخيل نفسك قدام طفلين مولودين من ساعات، والمفروض انك توقف عن واحد فيهم دواء علشان تنقذ الطفل التاني، والمفروض انك بتعالج الاتنين. لكن في اللحظة دي وغصب عنك انت بتعرض حياة واحد فيهم للخطر عشان تفهم الحقيقة وطبيعة المرض وتقدر تنقذ الاطفال الباقيين. هل ده مقبول او هل ده صح؟ هل يحق للطبيب انه يجرب في المريض عشان ينقذ غيره؟ معضلة اخلاقية، واي اختيار فيهم فيه خسارة كبيرة، خاصة ان الوقت بيجري والأطفال بتموت. حسن حظ هاوس ولسوء حظه في نفس الوقت إن حل المعضلة الأخلاقية دي ما كانش بقرار طبي وإنما كان بموت الطفلين. الطفلين فجأة ضغط الدم بينخفض، القلب بيتوقف وبيموتوا. وهنا هاوس بيرجع ويفكر تاني من أول وجديد. هاوس بياخد عينة من الميوكارديوم أو عضلة القلب للطفل المتوفي، وبيلاقي فيها فايبروزس والليمفوسيتك انفلتريشن، ودي معناها ان دي عدوى فيروسيه وليست بكتيريه. هنا هاوس بيدور ورا اشهر الفيروسات اللي ممكن تعمل اعراض تبدا بحراره وتنتهي بتوقف عضله القلب، ويلاقي فعلا ان كل الاطفال جالهم ايكو فيروس، وده واحد من الفيروسات الخطيره جدا، فيروس قاتل زي ما احنا شفنا، بيبدا بحراره وينتهي بتوقف عضله القلب، خاصه لو كان المريض واحد مناعته ضعيفه او طفل. ولكن السؤال المهم، وباء وانتشر داخل حضانه فيها أطفال كتير، ليه في أطفال ماتت من الفيروس وأطفال تانية ما ظهرش عليها أعراض حتى؟ عشان تفهم إجابة السؤال ده ارجع شوف تحليل الحلقة التانية وهتعرف. بمجرد ما التشخيص اتعرف اللعبة اتغيرت، ومع العزل والعلاج هاوس قدر إن هو ينقذ باقي الأطفال ويوقف انتشار المرض. ويفضل سؤال واحد في دماغ هاوس، إزاي الفيروس ده وصل أصلا للحضانة؟ جالهم منين؟ مين الشخص اللي هو مصدر العدوى إذا كان كل الأمهات سليمة؟ لحد ما بالصدفة يسمع حد بيكح كحة كده ما يقدرش يتجاهلها، ويبص يلاقي إن الشخص ده هي الدادة اللي بتستلم الأطفال وتسلمهم لأمهم، كان بس عندها دور برد بسيط. الخلاصة إن وعيك مش رفاهية، ودور البرد البسيط اللي عندك ممكن يقتل شخص تاني. حافظ على نفسك وغيرك، بالذات لو بتتعامل مع أطفال رضع أو كبار مناعتهم ضعيفة أو أي حد تاني عنده مشاكل في المناعة. البس ماسكك وما تكونش أنت الشخص اللي فتح الباب لحصان طروادة. وبس كده. ولو عجبك الفيديو اعمل فولو، ولو انت على اليوتيوب اعمل سبسكرايب، وقول لنا في الكومنتس ايه الاخطاء الطبيه اللي انت شفتها واحنا ما خدناش بالنا منها.